ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي هتكون البيتزا، هنعملها في 10 دقايق ربع ساعة بكتير، هتكون خلصت بدون مجهود، بدون عجن ولا تخمير. والنجاح مضمون بتاعها ان شاء الله. يعني تنفع للناس اللي عايزة بيتزا سريعة وسهلة كده وبسيطة، وما تقعدش تعجن وتستنى تخمير العجينة. وبتطلع مظبوطة جدا وطرية والسمك بتاعها مناسب قوي. اهم حاجة نستنى انها تبرد قبل ما نقطعها عشان تطلع معانا بسهولة من الصينية. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا استنيتها تهدى وبدأت اقطع فيها. بصوا بقى بطلعها كده. بصوا مظبوطة ازاي، ما شاء الله، يعني طالعة جميلة جدا. والسمك بتاعها مناسب قوي زي ما هتشوفوا كده، وطرية زي ما انتم شايفين. بصوا، يعني مفيش احلى من كده، تنفع للاطفال جدا. وهيحبوها قوي. ولو اول مرة تشوفوني، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. اول حاجة جبت الفلفل الاخضر، هقطعه مكعبات صغيرة كده. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي مدورة، وهدهنها شوية زيت كده كويس خالص، عشان يعني البيتزا ما تلزقش مني وتطلع معايا بسهولة في الآخر. بعد كده بقى هجيب العيش السوري، هو ده المكون الأساسي بتاعنا اللي هنعمل بيه البيتزا. وهحط أول طبقة، وبعدين هضيف شوية موتزاريلا في النص كده ما قبل الطبقة التانية. ليه ما حطيتش زبدة أو سمنة أو زيت؟ عشان أنا مش عايزة الموضوع يبقى زيوته عالية قوي. ادي تاني طبقة كده، زيوته تبقى عالية قوي يعني ويقلب معانا بالجلاش. فاهمين؟ يعني احنا مش بنعمل جلاش، انا عايزة اعمل بيتزا بسيطة كده. والموتزاريلا دي هتساعدني ان الطبقات تلزق في بعضها بدل ما احط سمنة او زيت او زبدة. تمام، دي الطبقة التالتة كده. وبرضه هحط شوية موتزاريلا، هفضل احط كده طبقات لحد ما احس اني وصلت للسمك المناسب، اللي هو يعني الصينية ايه مش هتقدر تجيب اكتر من كده معايا. ادي الطبقة الرابعة كده. ليه استخدمت عيش سوري؟ عشان هو طري جدا وهيساعدني قوي في ان البيتزا تطلع طرية. وكمان هو مدور يعني على شكل دايرة، فهيطلع شبه البيتزا بالظبط. لكن الجلاش بيبقى مربع فمش هيظبط معانا. تمام، وادي الطبقة الخامسة والأخيرة. تمام، بعد كده جبت الصلصة بتاعتي بقى، وهبدأ أوزع فيها. دي صلصة أنا مسبكاها، عبارة عن عصير طماطم ومسبكاها بشوية حاجات كده يعني، وحاطة لها يعني عاملة صلصة بيتزا. فاهميني؟ هتلاقوا هحط لكم اللينك بتاع طريقة الصلصة دي في صندوق الوصف. لأن أنا كنت عاملة فيديو قبل كده بيتزا بالعجينة وكده، وكنت عاملة فيها الصلصة دي. فأنا هسيب لكم اللينك بتاع الطريقة يعني في صندوق الوصف. ترجعوا تبصوا على طريقة الصلصة من خلال اللينك ده. تمام، وزعت الصلصة كويس خالص كده. الصلصة دي خدوا بالكم بتنزل بقى بتدوب كده مع في الفرن، وبتنزل فالدنيا بتطرى خالص معانا، بتخلي باقي الطبقات طرية خالص. فما تقلقوش، الدنيا مش هتطلع ناشفة خالص، لا بالعكس طالعة طرية جدا. بعد كده حطيت شوية زيتون اخضر او اسود، المتاح في البيت يعني. بعد كده هبدأ احط شوية موتزاريلا كده بسيطة، حبة بساط كده. وبعد كده بقى احط الحشوة طبعا او التوبينج، يعني تلعبوا فيه براحتكم. انا استخدمت سلامي عشان ده اللي كان متاح عندي يعني في البيت. ممكن نستخدم بسطرمة، بتبقى جميلة جدا، جربتها قبل كده بالبسطرمة كانت جميلة جدا جدا. ممكن برضو لحمة مفرومة، ممكن تونة. يعني الحشو ده براحتكم خالص. حطيت بقى السلامي بتاعي كده، وهبدأ اغطي السلامي بشوية موتزاريلا بسيطة كده عشان السلامي ما ينشفش ويكش في الفرن. هو من نوع من الحاجات اللي بتنشف في الفرن، فانا هحميه او اديله طبقه حمايه بشويه موتزاريلا كده عشان يطلع حلو معايا وطري، ما ينشفش ويتطبق كده ويطلع شكله مش ظريف يعني. بعد كده ادخلها فرن سخن مسبقا، اكون مسخناه طبعا مسبقا على درجه حراره 200، لحد بس ما الجبنه تسيح وتاخد لون ذهبي، وهتطلع معانا بالشكل الجميل ده. ويا رب تكون الوصفه كانت بسيطه وتعجبكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.